بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني وأحبتي في الله. نتحدث عن شعيرة ينبغي علينا أن نعظمها، وسنة من سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا أن نحييها في اليوم العاشر من أيام ذي الحجة، في يوم النحر، ألا وهي شعيرة الأضحية. يقول الحق سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. كما روى الإمام أحمد وكذلك الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة 10 سنين يضحي. كما أن في الأضحية إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام، نتقرب فيها إلى الله عز وجل بإراقة الدم. كما أن فيها التوسعة على الأهل والفقراء يوم العيد، بالإضافة إلى الإهداء الذي ينبغي علينا أن نتواصل عن طريق الإهداء للجيران والأقارب. لذلك سنتحدث عن بعض المسائل الفقهية التي تناولها العلماء في حديثهم عن الأضحية. فما هو حكم الأضحية؟ طبعا البعض من العلماء قال واجبة، والبعض الآخر قال أنها سنة مؤكدة. لذلك ينبغي على الموسر القادر أن يذبح، أن يضحي في هذا اليوم المبارك، وألا يفرط فيها، لأن فيها الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يعطيه الله عز وجل لكل من تقرب إليه بهذا العمل المبارك. والأضحية تكون في الأنعام، في الإبل والبقر والغنم، ولا تجزئ في غير ذلك. طبعا سن الأضحية أقل شيء في الضأن أن تكون 6 أشهر ودخلت في الشهر السابع. الماعز أن يكون قد أتم السنة ودخل في السنتين. البقر أن يكون قد أتم السنتين ودخل في الثالثة. أما الإبل 5 سنوات ودخل في السادسة. طبعا عمن تجزئ الشاة؟ الشاة تجزئ عن الشخص، عن نفسه وعن أهل بيته، حتى لو كان قد تزوج ب4 زوجات فإنه يجوز أن يذبح عن نفسه وعن زوجاته ال4 وعن أولاده جميعا. نعم. أما بالنسبة للبقرة فتجزئ عن 7، لما ورد في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدن عن 7 والبقرة عن 7. أما وقت الأضحية فوقتها يبدأ بعد صلاة العيد وخطبتها، حتى ولو كانت قصيرة. يعني مثلا لو فرضنا هناك مدينة واسعة ومجموعة صلوا في الخلاء ومجموعة صلوا في المساجد، أو هناك أكثر من 20 مسجدا صلوا صلاة العيد، فأول مسجد ينتهي من صلاة العيد وخطبتها، يعني حتى لو كان مثلا ب10 دقائق بربع ساعة، بذلك يكون قد دخل وقت الأضحية. نعم. أما بالنسبة لكيفية الذبح، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ضحى بكبشين أملحين، ذبحهما بيده، سمى وكبر، ووضع رجله عليه الصلاة والسلام على صحافهما. طبعا يتم ضجع أو وضع الخروف على جنبه الأيسر، وأن يضع رجله على الجنب الآخر، ويمسك السكين بعد أن يقوم بتهيئتها وتجهيزها، وأن تكون السكين حادة
حتى لا يعذب الذبيحة أثناء الذبح كما سيأتي معنا إن شاء الله. طبعا ماذا يقول؟ يقول بسم الله الله أكبر، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. أو إذا وكل فلان يقول اللهم هذا عن فلان وعن أهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذبح قال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وفي رواية بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. كما قلنا ماذا يستحب في الذبح؟ أن تشحذ السكين جيدا حتى تريح الذبيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند مسلم، قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. طبعا من السنة أنه إذا خرج إلى الأضحى أن لا يأكل حتى يرجع إلى بيته فيأكل من أضحيته. ويسن كما قال بعض العلماء أثناء التوزيع أن يجعلها أثلاثا، ثلث له ولأهل بيته، وثلث يوزعه على الفقراء والمحتاجين، وثلث يجعله إهداء يهدي به أصحابه حتى لو كانوا أغنياء، أقاربه جيرانه وغير ذلك. نعم. أما أن يأكل الأضحية كلها يعني يكون قد فوت على نفسه الأجر، أو أن يوزع ولو ربع كيلو مثلا، يقول لك هذا ربع كيلو وانتهى الأمر، لا بد أن يكون هناك شيء يطعم به. نعم. طبعا الأجر في ذلك عظيم. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع قال ماذا بقي منها أي الأضحية؟ قالت من السيدة عائشة رضي الله عنها ما بقي إلا كتفها، أي تصدقنا بها، كل الأضحية تصدقنا بها إلا الكتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلها قد بقي إلا كتفها، أي بقي الأجر، أي الأجر كله، نعم، إلا الكتف الذي سنأكله. أيضا يجوز أن المسلم أن يضحي بالذكر والأنثى، لا حرج في ذلك، لكن الذكر بيكون أفضل لأنها أكثر ثمنا من الأنثى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بالذكر. نعم، قال ضحى بكبشين، والكبش هو الذكر من النعاج. أيضا من الأحكام كذلك التي ذكرها العلماء أن هناك عيوب قد تبطل الأضحية، ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها يعني الظاهر المرض تبعها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. وهناك بعض العيوب قد كرهها بعض العلماء، يعني مثلا أن تكون مكسورة القرن، مقطوعة الأذن مثلا، وغير ذلك. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها المضحي أنه يقوم أحيانا بإعطاء الجازر، بدل ما يعطيه الثمن أو أجرة يعطيه الجلد، هذا خطأ. تعطيه الأجرة، وإذا أحببت أن تتصدق عليه بشيء من الأضحية بحكم كونه فقيرا لا حرج في ذلك إن شاء الله. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلالها وجلودها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه. نعم. طبعا هناك يجوز في البقرة كما قلنا أن يشترك 7، وكذلك الإبل أن يشترك فيها 7، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. طبعا من الشروط التي ذكرها العلماء بالنسبة للمضحي أنه بمجرد غروب شمس آخر يوم من أيام شهر ذي القعدة يسن له أن يمسك عن شعره وأظفاره، يسن له أن يمسك عن شعره وأظفاره. طبعا إذا وقع شيء مثلا أحيانا انكسر ظفره بسبب بغير ليس متعمدا، فهذا ليس عليه شيء إن شاء الله. نعم، ليس عليه شيء. لا ننسى أن المضحي لابد أن يدخل في الأجر كما قلنا في أجر الأضحية أن يعم زوجته وأولاده، حتى يكون في ذلك الأجر والثواب الكبير عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، وأن يوفقنا لإحياء هذه السنة العظيمة، وأن يعيننا على اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تقبل الله طاعتكم، وجزاكم الله عنا كل خير، وكل عام وأنتم بخير. بارك الله فيكم.